طبعا لم نكن نتمنى أن ينهزم فريق الجيش الملكي وأن يخسر هنا بالديار، لكن هذه هي كرة القدم. فريق الجيش الملكي كيف ما كانت الأحوال استطاع أنه يوصل للمباراة النهائية، وهذا في حد ذاته نتيجة جدا إيجابية. هو في المجمل نقدروا نقولوا يعني هنيئا لفريق الجيش الملكي، لأن الباركور اللي دوزوه باش يوصل للنهائي منذ سنوات يعني فهو مشكور، لا لاعبين لا مسؤولين لا الجماهير اللي ساندتهم طيله هذا المشوار يعني بالمجيء ديالهم حتى النهائي. كان هناك سوء تدبير ديال الشوطين، لا الشوط الاول في جنوب افريقيا لا الشوط الثاني هنا، يعني انهزمنا بهدف ل0. كان بامكاننا تكون نتيجه احسن نسجلوا هدف، لكن الشوط الثاني اللي هنا في المغرب ما عرفناش كيفاش ندبروا الامور. كانت بدايه موفقه جيده الى حدود يعني الدقيقه الاخيره من الشوط الاول. هذاك هو مفترق طرق اللي خلات على ان الفريق يتسجل عليه هدف، واللي يصارع الامور يعني الامور تصعبت عليه بزاف، لانه خاصو يسجل هدفين. فهنا انه كيلعب ضد واحد الفريق اللي هو ممتاز منظم مهيكل، فريق سانداونز، وهذا شفنا النتيجه في الاخير كي انتهت لصالح سانداونز. فهنيئا للفريق سانداونز، وحد اوفر للفريق الجيش الملكي في باقي المنافسات ديال البطوله الوطنيه. نعم سهيل، طبعا مباراه كانت قويه، مباراه دخلها فريق الجيش الملكي بضغط كبير بعد خسارته لمباراه الذهاب. استطاع انه يسجل الهدف الاول في الدقيقه الرابعه، الدقيقه 40 من ركله جزاء اللاعب حريمات، لكن ربما الهدف التعادل اللي تلقاه في الدقائق الاخيره من الشوط الاول هي اللي اثرت سلبا على معنويات الفريق. كنا نعرف ان فريق الجيش الملكي سوف يدخل هذه المباراه بضغوطات كبيره لسبب بسيط، هو انه يعرف انه في حال ما اذا سجل فريق ماميلودي سانداونز سيكون مجبر على انه يسجل هدفين يعني اخرين، وهذا الامر يعني كيبدو صعب. فريق الجيش الملكي كيعتبر انه بحكم ايضا قله الخبره، يعني مواجهه فريق اللي كنعرفوا الخبره ديالو في التعامل مع هذه المباريات الكبيره، فلعب انا في رايي لعب واحد ربع ساعه اللي كانت جيده جدا، خصوصا بعد تسجيل ضربه الجزاء. كان هناك فرص، كان هناك رغبه في قتل المباراه، لكن الثواني الاخيره من الشوط الاولي لم يتم تدويره بشكل جيد، اللي اعطت هذاك الهدف اللي دخل الفريقين، فريق ماميلودي سانداونز بمعنويات مرتفعه وفريق الجيش بمعنويات اللي غتكون منخفضه، سبب بسيط انه اصبح يعرف انه يسجل هدفين. الشوط الثاني مليء بالضغوط على اللاعبين في اتخاذ القرارات في الكره الضائعه، وبعد ذلك ما زاد الطين بله كما يقال هو تضييع ضربه الجزاء، وبالتالي اصبح مع فريق اللي يحسن امتلاك الكره يحسن الاستحواذ، فخلت انه بان واضح انه الهزيمه طبيعيه جدا. اذا كما ذكرت نتمنى حظ موفق لفريق الجيش الملكي في المسابقات القادمه. اذا طبعا فريق الجيش الملكي الاكيد انه الامور لن تكون سهله بالنسبه للاعبي فريق الجيش، بالنسبه لانصار فريق الجيش الملكي. لما كتوصل للمباراه النهائيه كيولي عندك طموح واحد، وهو انك ترفع الكاس، خصوصا لما ان النهائي كيتجرى بالبلد ديالك. كنظن كان عندهم واحد فرصه من ذهب، لان لاول مره الجيش الملكي من بعد قبل من الاقصائيات دائما كيلعب المباراه الاولى في البلد والمباراه الثانيه، فالان جاته فرصه يعني من ذهب. لكن كتبقى هذه كره القدم، هو الحال هو صعيب على اللاعبين اولا، لان باش يخرجوا من هاد الازمه، ازمه ديال عدم الفوز بالكاس فهي كبيره. وراسي سهيل يشاطرني الراي، باش تخرج منها خاصك مباريات تربحهم وتعاود ترجع ثاني الثقه، لا سيما ان البطوله مازال على الابواب ومباراه بعد مباراه. كنظن انها صعيب، فما بالك على الجماهير. سي فري ان الجماهير ما غتستغساش الامر انها فقدات واحد اللقب اللي كان في الخزينه قريب من الخزينه ديال فريق الجيش الملكي، لكن هذه كره القدم. كنحاول على انهم يحاولوا يساندوا عاوتاني اللاعبين وتلتم عاوتاني العائله ديال فريق الجيش الملكي، لان امامهم مباريات اخرى، وهذه هي حال كره القدم، دائما كيكون فائز واحد.